بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن تساعدك إنك أنت تبطل سرحان في الصلاة. إزاي تخشع وإزاي تبطل إلى حد ما، يعني شوية نصائح كده إزاي إن أنت تبطل تسرح في الصلاة يعني. أول حاجة، حاول على قد ما تقدر تصلي في المسجد. المسجد بيساعد جدا جدا على الخشوع، فإن لم تستطع فصلي في مكان هادئ في البيت أو مكان هادئ في المكتب، بس على قد ما تقدر صلي في المسجد. نمرة اتنين، تذكر معصيتك قبل الصلاة. معصية معينة أنت متحبهاش افتكرها قبل الصلاة، هتخليك إن شاء الله مركز في الصلاة بإذن الله تعالى. تذكر طلب نفسك فيه، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. أول بقى ما تسجد ادعي الطلب ده وادعي بما شئت الحق سبحانه وتعالى. تذكر الموت، وعسى أن تكون يعني صلي صلاة مودع للحياة، فبرضه صلاة تذكرك للموت ممكن برضه يخليك تركز في الخشوع، ويخليك ان انت بإذن الله تعالى ما تسرحش. استشعر انك تقف بين يدي الله عز وجل، واستشعر الموقف العظيم ده ممكن برضه يساعدك. حاول تجدد في الآيات والسور القصيرة أو حتى السور الكبيرة اللي انت بتقرأها. يعني كتير مننا برضه بيكون يعني محافظ على سورتين قصار الصور، لا حاول تجدد كل مرة، جدد في الصور دي ممكن برضو يساعدك. دي شوية حاجات صغيرة أتمنى إن أنت تاخد بالك منها، راجعها في حياتك قبل كل صلاة، وإن شاء الله دي تساعدك على خشوع وعدم السرحان في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.